السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل فراخ بطريقة حلوة وان شاء الله تعجبكم. هنا حاطة مية بتغلي، هنزل بالبهارات، ملح وفلفل اسمر وكمون وجنزبيل وقرفة وكركم وحبهان وقرنفل وورق غار وليمون مجفف والثوم والبصل حطاه فريش مش حطاه بودر. ما شاء الله الفراخ بيبقى طعمها حلو قوي بالتوابل دي. انا من الناس اللي بحبش البهارات كتير في الاكل، بس الاكله دي ما شاء الله بيبقى طعمها حلو. وافضل كمان ما تجيبيها من بره، يعني حاجه انت عاملاها بايدك واثقه في النظافه بتاعتها، وافضل كتير من بره. انا عندي بنتين عكسي تماما، بيحبوا ياكلوا من بره، لكن انا طول عمري مبحبش اكل اي اكل من بره. حتى اكل بره لو حلو يعني اكيد مش زي ما انت بتعمليه في البيت، واثقه في النظافه واثقه في الحاجه اللي انت بتعمليها. بس هو بقى ايه، كل واحد بطبعه. يعني انا طول عمري ما بحبش اكل من بره. هنا بقى سقطت الفرخه، هسيبها تغلي غلوتين على نار عاليه، بعد كده هخلي النار عليها متوسطه وبسويها سوا كامل. والفرخه دي بيضه، ممكن تعملها فرخه بلدي عادي، واي حجم في الفرخه، كبيره متوسطه صغيره، احنا كده كده بنسويها سوا كامل. في ناس بتعمل الطريقه دي والفراخ نيه، بس انا بفضل اسويها. هنا كانت استوت. هنا بقى هعمل رز بسمتي بالرز المصري، اللي بيحب الرز البسمتي يعجبه الطريقه دي، عشان بعمله بشوربه الفراخ بتديله طعم حلو. هنا بقى هقطع بصلايه. بكلم البنات بقى لازم تتعلم كل حاجه عشان تبقى شاطره كده، لما ان شاء الله تبقى في بيتها تبقى تعرف تعمل كل حاجه، غير لما تيجي تعمل اكله وتبوظ منها هتزعل. لكن في بيت باباها لما تعمل حاجه وتبوظها مش مشكله، مره واتنين وتلاته لحد ما تتعلم. ولازم البنات تبقوا شاطرين بقى تعملوا كل حاجه بايديكوا، عشان لو جيتوا جربتوا مثلا بعد ما تبقي في بيتك وكده تيجي تعملي اكله وتبوظ منك هتزعلي. فلازم تبقوا شاطرين في كل حاجه. هنا بقى حطيت شويه زيت وحمرت البصلايه. ممكن تحطي سمنه او زبده. وصفيت الشوربه عشان فيها قرنفل وحبهان ما يبقاش في الرز، صفيتها بمصفى ونزلت كده بالرز. هسيبه بقى يغلي يتشرب الميه، هوطي عليه يستوي على نار هاديه. ما شاء الله بيبقى طعمه حلو. هنا بقى تحت بصلايه بشويه زيت عشان هعمل مكرونه، وحاطه ميه تغلي المكرونه. هنا بقى ضربه طماطم في الخلاط ونزلت بيها. هحط فلفل اسمر وملح. لو عندك فلفل الوان قطعيه برضو في التسبيكه بتاعه المكرونه بيديها طعم حلو. هنا بقى حطيت شويه ملح وشويه زيت لسلق المكرونه. ممكن تعملي مكرونه بس جنب الفراخ او رز بس انا عملت الاتنين، عشان في اللي بيحب الرز وفي اللي مش بيحبه. يعني اللي حابب ياكل مكرونه ياكل، اللي حابب ياكل الرز ياكل. هنا الطماطم بقى اتسبكت. وبحب اي مكرونه بعملها او اي خضار ما بحبش الصلصه الجاهزه، بحب اعمل بطماطم كده طبيعيه، يعني ما بحبش اي صلصه في اي اكل بعمله. مش بفضلها يعني في اي حاجه بعملها، ما بدخلهاش البيت اصلا اللي هي الصلصه الجاهزه. انا بحب الطماطم كده تبقى فريش كده وطازه. حتى لو انا عندي طماطم في التلاجة بتبقى بفضلها برضو، يعني حط شايلاها في الفريزر، بفضلها احسن بالصلصه. لكن ما بحبش اعمل صلصه في اي نوع اكل، ما بحبش احط الصلصه. ودي شوربه بتاعت الفراخ. هنزل بقى كده بالفراخ، وهنا حاطه دقيق وعليه فيجيتار حامي. الفيجيتار الحامي بيديلها طعم حلو. هحط بقى الفراخ في الشوربه والدقيق مرتين بس. انتي بقى حابه تخليها مقرمشه زياده عن اللزوم ممكن تحطيها 3 مرات 4 مرات حسب ما تحبي. انا اكتفيت بس بمرتين. بس ما شاء الله طعمها جميل، يعني ما جربهاش حاولي يجربها. وبقول للبنات بقى لازم تتعلم كل حاجه قبل ما تروح بيتها كده، علشان يعني لما تبقى في بيتها تيجي تعمل اكله وتبوظ منها هتبقى زعلانه. لا، اتعلمي في بيت باباكي كده كل حاجه، حتى لو بوظتي الحاجه مره ومرتين عادي. غير لما تبقي في بيتك، يعني تروحي بيتك كده وانتي شطوره تعرفي تعملي كل حاجه.
بتبقى حاجة كويسة يعني. فبنصح البنات لازم يتعلموا يعملوا كل حاجة. الشطارة حلوة و... وافضل من اكل بره كمان يعني. حتى لو هتجيبي اكل من بره، انت بتحبي اكل بره، لازم تبقي تعرفي تعملي برضو اكل في البيت، عشان مش كل يوم هنشتري اكل من بره. فلازم تبقي شطورة، تعرفي تعملي كل حاجة. هعملها بقى بالطريقة دي كده وهقليها. ما شاء الله كان طعمها جميل. وبقول للبنات بقى الاكل سهل مش صعب، اللي عايز يتعلم حاجة بيتعلمها. بس خشوا المطبخ كتير، طول ما انت واقفة في المطبخ كتير هتتعلمي كل حاجة. يعني انا داخله المطبخ وانا عندي 8 سنين. كنت الاول بغسل مواعين، بعد كده بساعد ماما في الخضار، انضف لها الخضار واغسله، اغسل لها الرز وهي تعمله. يعني الموضوع بيبدأ كده ايه بالتدريج، مش مرة واحدة. بعد كده بقيت انا اللي بعمل الاكل وبعمل كل حاجة. يعني الاول بتبدأ بحاجات كده صغيرة، بس طول ما انتي في المطبخ يعني مش بتخافي من المطبخ. يعني هاتي بنت كده اول مرة تخش مطبخ هتحمر بطاطس، هتلاقيها خايفة وهي بتحمر بطاطس، اللي هي تحط البطاطس في الزيت مرة واحدة. هتلاقيها واقفة بعيد عن البوتاجاز وخايفة، وتحط بطاطسية بطاطسية كده، مش بتحط شوية كده مرة واحدة. ليه؟ عشان هي أول مرة. لكن هاتي حد بقى متعلم من زمان الأكل وكده، بيحمر بطاطس عادي ويحمر لحمة عادي فراخ عادي. هي يعني أول مرة في أي حاجة بتبقى صعبة. عشان كده بقولكوا خشوا المطبخ بالتدريج، واحدة واحدة كده هتتعلموا كل حاجة وهتبقوا شاطرين. ومفيش حاجة صعبة يعني، كل حاجة سهلة إن شاء الله. يعني وانا صغيره كنت بزعل قوي لما اجي اقمع الباميه وما اعرفش اقمعها، اللي هي بطريقه معينه. مش الباميه ليها كذا طريقه في التقميع. يعني بعملها بطريقه، ماما كانت بتعملها بطريقه معينه. كنت بزعل قوي لان انا مش عارفه اقمعها. بس مع كتر مره، كل شويه عايزه اتعلم عايزه اتعلم، وخلاص بقيت شاطره. بعرف اقمع باميه. برضو لف الكرنب وانا صغيره كنت اتضايق قوي، يعني الكلام ده وانا عندي 9 8 سنين. اجي الف الكرنب مش عارفه. ماما تقولي بكره تكبري وتعرفي، ببقى متضايقه ان انا ازاي مش عارفه. مره على مره بقيت خلاص بعرف اعمله. يعني مفيش حاجه صعبه، كل حاجه سهله. وان شاء الله تتعلموا كل حاجه. هنا الاكل خلاص كان خلص، ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.